اهلا، مساء الخير يا مدام، اتفضلي، معاكي مستر ايمن تدرس. مستر، ابني ما عندوش ثقة في نفسه خالص، وده طبعا بيأثر عليه وبيخليه يتلخبط ويحل امتحانات غلط بسبب ان هو ما عندوش ثقة في نفسه. اعمل ايه؟ اقول لك اقتراح حلو تعمليه. شوفي هوايته ايه واعملي له، مثلا لو بيحب الرسم اعملي له معرض رسم وهاتي اصحابه يتفرجوا على اللوح بتاعته. يا لهوي، هتخلي كده ثقته في نفسه تزيد. لو بيحب مثلا شوفي ايه الحاجه اللي بيحبها، انا اديت مثال، وخليه يعملها ونجحيه انت، كبريه في عيون اللي حواليه، هيثق ثقه قويه جدا. شوفي ايه الرياضه الحلوه اللي بيعرف يعملها وشجعيه واديله الاحساس بالنجاح. لما تعملي كده الولد هيخطو خطوه قريبه جدا من يبقى ناحيه الثقه. هو في مرحله ما بين عدم الثقه في النفس والثقه، وصليه للثقه، ادفعيه، هيئي له شكل الثقه، نجحيه، حطيه في مواقف هينجح فيها لازم. فبكده الولد لما بينجح هيلاقي نفسه عنده ثقه في نفسه. نفسي كده ابنك يقف كده قدام الناس انت ممكن تكون انت تشيدي بيه، اللحظه اللي بعدها هيبقى في غيرك هيشيد بيه، لانه هيبقى واثق في نفسه. اعملي ده.